السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة درس خبر عن المعلم المصري القديم. اول حاجة المذيع قاعد هيقول لنا خبر، فاحنا كلنا نعمل ايه؟ نسمعه ونشوف هيقول لنا ايه. المذيع بيقول لنا اهلا بكم. اهلا بكم. ثانية واحدة. اهلا بكم في نشرة اخبار الساعة 6 بتوقيت القاهرة. يعني الساعة كام عنده؟ الساعة 6 بتوقيت القاهرة. ونبدأها بالخبر التالي بجريدة الأخبار اليوم. بجريدة إيه؟ أخبار اليوم. هيبدأ يقول لنا إيه؟ بدأ المتحف المصري بالتحرير في مشروع ترميم اللوحات الخشبية. ترميم إيه؟ ترميم اللوحات الخشبية. يعني ايه ترميم يا ميس؟ ترميم يعني إصلاح أو معالجة. يعني ايه؟ يعني اللوحات الخشبية هيعملوا فيها ايه؟ هيصلحوها أو هيعالجوها. فترميم يعني ايه؟ يعني إصلاح يا ميس أو معالجة. طيب، اللوحات الخشبية بتاعت مين يا ميس؟ دي خاصة بالمعلم المصري القديم. يعني اللوحات دي بتاعته هو. مين معلم المصري؟ اسمه حسي رع. اسمه ايه؟ حسي رع. تمام. طيب، موجودة فين؟ موجودة في الطابق الأرضي بالمتحف. يعني ايه الطابق الأرضي يا ميس؟ مش احنا بنقول الدور الأول والدور التاني والدور التالت؟ أيوة يا ميس، احنا ممكن نقول الطابق الأول والطابق التاني والطابق الثالث. يعني طابق، يعني دور. الدور، أيوة، برافو عليكم. طيب، وقد تم اكتشاف مقبرته عام 1912. يعني أيام زمان لما جت سنة 1912 اكتشفوا كده إن في مقبرة. مقبرة يعني إيه يا ميس؟ مقبرة يعني المكان اللي اتدفن فيه مين؟ حسراع. مكان الدفن اسمه إيه؟ اسمه مقبرة. لما فتحوا المقبرة اتفاجئوا كده ولقوا فيها إيه؟ لقوا فيها لوحات خشبية. بعد كده أخدوا اللوحات الخشبية وبصوا فيها كده، لقوا عليها إيه؟ لقوا عليها محفورة. محفورة يعني منقوشة. لقوا عليها كده إيه؟ زي رسم كده محفور فين؟ محفور على الخشب. اللوحات الخشبية محفورة يعني إيه؟ منقوشة بإتقان. يعني إجادة. إتقان يعني إجادة، يعني محفورة بشكل كويس جدا. اللي رسم عليها بشكل كويس جدا. تمام كده. طيب، دي موجودة من امتى يا ميس؟ موجودة منذ عهد الدولة القديمة في مصر، يعني من أيام الدولة القديمة في مصر. طب دي مش ده ميس ممكن تكون مش كويسة خالص، لأ. ده لقوها كمان بحالة جيدة، ولا تزال بحالة جيدة. يعني إيه جيدة يا ميس؟ يعني حسنة، يعني حالتها كويسة. تمام كده. طيب، إيه اللي حصل بقى بعد كده؟ لو احنا كده مسكنا 200 جنيه استلفناها كده من ماما عشان نبص فيها، وبصينا لقينا ايه؟ هنلاقي الصورة دي موجودة قدامنا. هنسأل نفسنا ايه ده؟ هو مين دوت اللي متصور وموجود على صورة ال200 جنيه؟ مين ده؟ هقول لكم ان دي صورة حاسي رع. ايه ده بجد يا ميس؟ تخيلوا بقى، المعلم المصري. دي بقى صورة المعلم المصري. صورته على ايه؟ على عملة 200 جنيه. يعني ايه؟ 200 جنيه مرسوم عليها المعلم المصري حسراء. طب دي عبارة عن ايه يا ميس؟ احنا شايفينها قدامنا. عبارة عن تمثال رجل يجلس. مش شايفين كده رجل يجلس؟ صح كده؟ قاعد، صح كده؟ اه يضع على ساقيه ورقة من البرد. انتوا شايفين على رجله موجود ايه؟ رجلين الاتنين، فارد على رجله الاتنين ورقة من البردي. صح كده؟ لأنهم زمان ما كانوش بيكتبوا على البردي. ده زمان قصدي، ما كانوش بيكتبوا على الورق اللي احنا بنكتب عليه دلوقتي، لأ. ده كانوا بيكتبوا على ورق الايه؟ البردي. طيب، وايه اللي في ايده ده يا ميس؟ ده ماسك حاجات في ايده كمان. ويمسك في يديه ادوات الكتابه. هو مش بيكتب ولا بيعمل ايه؟ بيكتب. يبقى لازم في ايديه ايه؟ ادوات الكتابه طبعا يا ميس. طيب، بصوا كده في وشه باين عليه ايه؟ يا ميس، ده باين عليه ان في ملامح الوقار.
تسيطر عليه ملامح الوقار. يعني إيه؟ يعني أنا ما أبص عليه كده بقول يا سلام، ده كان في إيه؟ ده كان منصبه عالي قوي، ده شكله كده باين عليه إن هو كان إيه؟ كان في مرتبة عالية. يعني تسيطر عليه ملامح الوقار، تسيطر يعني تغلبه. تسيطر يعني ايه؟ تغلبه، يعني اكتر حاجة اول ما اشوفه كده، ان انا اشوفه كده لا الاقي ملامح الوقار على طول. طب يعني ايه يا ميس ملامح الوقار؟ طب عرفت تسيطره يعني تغلبه. يعني ايه ملامح الوقار؟ ملامح يعني علامات. ملامحه يعني علامات موجودة على وشه كده، علامات. علامات ايه بقى؟ الوقار اللي هي علامات العظمة. شوفوا كده، اقول ان الراجل دوت ايه، كان ايه؟ عظيم. تمام كده، في عظمة، في وقار كده، في كده كان ايه، كان في منصب عالي. تمام كده. طيب، تسيطر عليه ايه؟ ملامح الوقار. إلا أن الكثيرين لا يعرفون، كتير قوي ما يعرفوش ذلك الرجل، إن الرجل ده رمز للمعلم المصري القديم. إن الرجل ده رمز للمعلم مين؟ المصري القديم. يعني بعد كده لما حد يجي يقول لي دي إيه اللي على 200 جنيه، هقول له طبعا ده رمز لمين؟ للمعلم المصري القديم، وهشرح له إيه اللي على رجليه وإيه اللي ماسكه في إيده. يبقى كده إحنا إيه، عندنا معلومة عشان إيه نبقى مبسوطين بيها. تمام كده. طيب، حين كانت بقى مهنة الكاتب المعلم من أرقى المهن. أيام زمان كانت مهنة الكاتب من أرقى المهن. أرقى يعني أعلى أو أرفع، أعلى من أعلى المهن لسنوات طويلة. ده إمتى يا ميس؟ في عهد القدماء المصريين كانت مهنة الإيه؟ المعلم كانت إيه؟ كانت أرقى. كانت أرقى يعني أعلى المهن أيام زمان. تمام. طيب، كان الحكيم، كان الرجل بيعمل إيه؟ بينصح ابنه. كان بينصح ابنه بإيه؟ كان يقول له ويقول له كن كاتبا. كان بيقول له خليك إيه؟ أنا عاوزك تكون كاتبا. علشان إيه؟ علشان الكاتب كان عندهم في مكانة عالية جدا. طيب، لأن مهنة الكاتب اللي هي المعلم تسمح يعني إيه؟ يعني تتيح. تسمح يعني تتيح، يعني بتخليه قادر ان هو يعمل ايه؟ لمن يمتهنها بالوصول لأرقى المناصب. يعني ايه؟ تسمح يعني تتيح، بتخليه قادر ان هو يوصل لأرقى المناصب. لأرقى المناصب يعني أعلى المناصب. المناصب يعني ايه؟ المراتب. المراتب يعني مستوى، أنا بعلى أكتر. تمام كده. المراتب يعني ايه؟ المناصب، والمناصب يعني المراتب يا ميس. تمام، برافو عليكم. طيب، المفرد بتاعها المنصب. المفرد المنصب، مناصب، المفرد المنصب. تمام. طيب، والمدرسين كانوا بيعملوا ايه؟ وكان المدرسون يحثون طلابهم على الإقبال على الكتابة، على التعليم بكتابة المقالات البليغة التي يشرحون فيها مزاياه. كانوا المدرسين بيعملوا ايه؟ يحثون يعني كانوا يشجعون. كانوا بيشجعوا طلابهم على ايه؟ ان هم يكتبوا، يتعلموا كتابة المقالات البليغة. المقالات البليغة يعني الفصيحة او المعبرة. يعني يكتبوا بطريقة جميلة ويستخدموا معاني، ليها معاني توصل المعلومة أفضل وبطريقة أفضل. تمام كده. طيب، اللي بيشرحوا فيها إيه؟ مزاياه. طيب، أما المعلم فقد مارس دوره التعليمي. يعني المعلم عمل إيه؟ دخل في مدارس ملحقة بالمعابد. يعني كان في مدارس أيام زمان، كان في مدارس في المعابد. كانوا في المعابد بيعملوا إيه؟ مدارس. طب بعد يا ميس ما بيخلصوا المدرسة بيعمل إيه؟ يلتحق بها الأولاد دون تفرقة لتعليم الإيه؟ الكتابة والحساب والإيه؟ والرسم. يعني كان في مدارس بيتعلموا فيها أولاد وبنات. ما كانوش بيقولوا الأولاد بس أو البنات بس، لا، الأولاد والبنات ما كانوش بيفرقوا ما بينهم، وكانوا بيتعلموا الكتابة والحساب والرسم. طب بعد يا ميس ما بيخلصوا المدرسة، بعد ما بيخلصوا المدرسة بيروحوا مرحلة تانية، وفي مرحلة متقدمة يلتحق بجامعات كبرى. يعني بعد ما بيخلص المدرسة
بعد ما بيخلصوا المدرسة بيعملوا ايه؟ بيروحوا الايه جامعات كبرى. جامعات ايه؟ جامعات كبرى. اسمها ايه الجامعات دي؟ اسمها برعنخ. اسمها ايه؟ برعنخ. طيب او اسمها ايه؟ بيت الحياة، بمعنى بيت الحياة. تمام كده؟ طيب يا ميس بعد كده ومن الجدير بالذكر أن العالم الجليل يعني إيه الجليل يا ميس؟ يعني العظيم. الجليل يعني إيه؟ العظيم. المضاد بتاعها الحقير. تمام؟ طيب يبقى الطبيب مين؟ حيث راعي يا ميس كان من أقدم المعلمين. عرفنا يا ميس إن حيث راع كان من أقدم المعلمين، حيث كان أحد كبار رجال الدولة. حيث راع طبعا، مش احنا قلنا المعلم المصري القديم كان في مكانة عالية أيام زمان، صح كده؟ وقلنا كان في مرتبة عالية، صح كده؟ يا ميس قلتلنا. طيب يبقى حيث كان ايه أحد كبار رجال الدولة في عصر الملك زوسر من الأسرة الثالثة بالدولة القديمة. يبقى كان إيه؟ كان المعلم المصري كان إيه؟ كان بيبقى في مناصب عالية جدا. طيب وكمان كان إيه كمان؟ كان إيه تاني؟ كان أول طبيب في التاريخ. كان أول كمان طبيب في التاريخ يا ميس، غير إنه كان معلم. يا ميس، وكان كمان أحد كبار رجال الدولة كمان كان أحد كبار الدولة في عصر الملك زوسر من الأسرة الثالثة، وكمان كان معلم وكمان كان طبيب. تخيلوا بقى. فحصل إيه بقى؟ فعملوا إيه؟ تتميز مقبرته بلوحات مختلفة مصنوعة من الخشب. يعني إيه؟ يعني كانت اللوحات الخشبية دي منقوش عليها إيه؟ صور لمين؟ لحسراع. كان موجود عليها صور ليه؟ كانوا عاملين عليها صور لحسراع في هيئات مختلفة. يعني إيه؟ يعني مرة يجيبوه مثلا من وشه من جهة اليمين، من جهة الشمال، فكانوا بيجيبوه من ايه؟ من هيئات مختلفة. تمام كده؟ طيب ويعرض دلوقتي موجود منها 3 لوحات بالمتحف المصري. يعني في 3 لوحات من اللوحات دول موجودة فين؟ في المتحف المصري. تمام؟ طيب قلنا يعد يعني ايه؟ يعد يعني يعد يعني ايه؟ يعتبر. تمام؟ طيب يبقى قلنا المعلم المصري القديم يا ميس كان ايه؟ كان في اعلى المناصب من ايه؟ من ايام زمان جدا جدا. تمام كده؟ طيب هيبقى في اسئله عن الدرس، عاوزاكم تعملوا ايه؟ تحلوا الاسئله دي. وبعد كده هبقى اعمل ايه؟ هبقى احل عليها. هنزل تسجيل لوحده، هنحل عليها بالتفصيل، يعني حتى في حاجات هنشرحها تاني علشان تثبت معاكم. بس نعمل ايه؟ نسمع الدرس كويس جدا. ده الأضواء، ده كتاب الأضواء علشان اللي عاوز يتابع معانا ويحل من الكتاب تحل بالأضواء. وإن شاء الله بإذن الله هنزل الدرس اللي بعد كده ونتابع درس نحل التدريبات اللي عليه. وإن شاء الله في ليلة وقت قبل الامتحانات هنعمل مراجعة نراجع فيه كل المنهج كله إن شاء الله بإذن الله. وأقابلكم الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.